ازايز الكنز الصغيره دي بنحط فيها حاجات تعمل صوت. تطرد شخل. تطرد بيه الغربان. او بعض علامات حاجات الوان حاجات كده تطرد بيه الغربان، او زي زمان اللي هو خيال المجاته زمان. عرف على حضرتك؟ مهندس احمد صبري عطا. باشمهندس احمد، قول لي بقى، احنا كنا دلوقتي في الذره وانت بتلف كده، وانا شايف ان الشجره هنا بتقف عليها الغربان وهناك، وبتبدا بقى تعمل ازاي بتطير الغربان عن الذره؟ والله في بدايته لو الذره لسه صغير في مرحله الانبات ممكن في حد بيطير عنه، بنعمل مصايد للغربان او علفه سامه بتقتل الغربان ديت نموتها. وفي ساعات بناخد بعض الغربان الميته نعمل بيها علامات بتطرد الغربان الجديده. يعني انت بتستنى مثلا تصطاد غراب؟ بتصطاده بقى لما ياكل من بنعمله علفه سامه. طب لو ما اصطادتش غراب مثلا وعاوز تطير بقى، هو بياكل الذره وهو طيب أكتر. في علامات ساعات، في علامات مثلا بنستخدم فيها علامات مثلا بجزايز الكنز الصغيره دي بنحط فيها حاجات تعمل صوت. تطرد شخل. تطرد بيه الغربان. او بعض علامات حاجات الوان حاجات كده تطرد بيه الغربان، او زي زمان اللي هو خيال المجاته زمان. طب انا كنت شايف اللي هو معاك في الارض بيحدف طوب من بالشجر بحيث انه يطردهم من المكان. في بعض الناس بتستخدم، هي بيحرس ارضه لو قطعه صغيره بيحرسها. انما لو قطعه كبيره بيستخدم يا اما العلامات ديت يا اما العلفه سامه للغراب. علفه سامه بقى يحط ايه ماده معينه؟ مثلا فردان على عيش على اي ماده سامه على اكل. الغراب عامه ذكي اكيد. يعني انا شايفه كنا عملنا حد فيه، هو بيحدف فيه على الشجره ويلف ويروح له من شجره ثانيه. اكيد. يعني هو ممكن يفضل طول اليوم كده. هو بالذات يعني في فتره الصباح الباكر واخر النهار. الصبح بدري واخر النهار يبدا يهجم على الذره. واخر النهار. هو مرحلتين بس اللي بيبقى فيهم الغراب بيضغط فيها على النبات. بحيث في البدايه، يا اما في البدايه مع الانبات بيتغذى عليه، يا اما اخر السنه على الكوز نفسه. طب انا بشوف ناس بتحط جراطيس بيضه، ولا ملوش علاقه؟ مش في ناس بتغطي الكوز، بتغطيه عشان ما ياكلش. عشان ما ياكلش، وهو ما بيعرفش ياكل. هو برضه هو انت قلت ذكي. طيب هو يعني انا عاوز اعرف منك، هو بيهاجم كمان؟ يعني ممكن يهجم عليك وهو في الغيط، ممكن ينجرك في راسك؟ ممكن طبعا. ممكن لو عدد كبير.